السلام عليكم. في الفيديو ده هنعمل فطيرة او يعني مخبوز باللحمة المفرومة، بس بجد خطير. كمان مستخدمين في العجينة نفسها الزبدة، فطعمها يعني بيروح في حتة تانية خالص. العجينة نفسها طرية وفيها تورقات كده، يعني طعمها لوحده تحفة من غير ما يكون فيها حتى حشوة خالص. يلا على طول نبتدي الوصفة، بس قبل ما نبتدي لو لسه مشتركتيش في القناة ياريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك جميع الفيديوهات الجديدة. هحتاج هنا 3 كوبايات من دقيق الفاخر متعدد الأغراض وعليهم رشة ملح. هحتاج كمان 3 معالق كبار من اللبن المجفف وعليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هحط كمان معلقة كبيرة خميرة فورية ومعلقة كبيرة سكر. هقلب المكونات الجافة دي مع بعض، وبعدين هنزل عليهم علبة زبادي 100 جرام وكمان 3 معالق كبار من الزيت. ابتدي اعجن العجينة وانزل مية دافية بالتدريج لحد ما اوصل لقوام عجينة طرية بتلزق في الايد، بس ما تبقاش طرية لدرجة ان انتي ما تبقيش عارفة تتحكمي فيها، لا طرية بتقدري تشيليها من ايدك بس بتلزق حاجة خفيفة. وده علشان عايزة العجينة تطلع معايا طرية، فهستمر فيها في العجن لمدة 10 دقايق لحد ما تعمل مطة زي ما انت شايفاها كده. لميت العجينة برشة دقيق وحطيتها في مكان دافي متغطية تخمر وتضاعف حجمها. بعد كده هخرج الهواء من العجين وابتدي اشتغل فيها. رش دي علشان اقدر افرد العجين بسهوله، وهفرده بسمك رفيع بس مش رقيق قوي زي الفطير المشلتت مثلا، لا السمك اللي انت شايفاه ده كويس اوي. وبعدين هبتدي افرد عليه زبده طريه بدرجه حراره الغرفه، مش مسيحه الزبده على النار علشان ما تبقاش سايله خالص، علشان اقدر اخد منها كميه اكبر احطها على العجين علشان تطلع العجينه هشه اكتر. بعد كده طبقت العجين زي ما انت شايفه وشلتها متغطيه في التلاجة لمده ساعتين لحد ما الزبده اتجمدت فيها وكمان خمرت لتاني مره. همسح الرخامه بالزيت الاول عشان اقدر افردها بسهوله، وبعدين هفرد العجين واقطعها شرايط زي ما انت شايفه. بعدين جبت صينية، وما تلتزميش بشكل صينية معين، حتى لو الصينية مستطيلة هتطلع معاكي شكلها حلو. هترصي الشرايط دي زي ما انت شايفة، وبخلي فيه زيادات كده علشان الزيادات دي اللي هقفل بيها العجينة من فوق. وبعدين بقى حطيت الحشوة لحمة مفرومة مستوية طبعا وجبنة موتزاريلا وجبنة رومي، وهقفل عليها بالجزء الزيادة اللي في العجين من فوق. قفلت عليها حلوة قوي وضغطتها كويس وبعدين قلبتها. قدرت كمان معلقتين من اللبن البودر عليهم معلقة مية وبخلطهم كويس، بيطلع لي لبن تقيل كده، بدهنها بيهم احسن 100 مرة ما تدهني بصفار البيض. هيدي نفس لون صفار البيض من غير ما يكون فيها اي ريحة زفارة او حاجة. وكمان رشيت عليها سمسم وحبة البركة، يعني حطيت على نصها بس سمسم وحبة البركة وسبت الباقي علشان تدي شكل حلو. سبتها تخمر مرة كمان وبعدين دخلتها فرن سخن على درجة حرارة 190. اول ما بتاخد لون دهبي من تحت بطفي الفرن واشغل الشواية لحد ما تاخد لون دهبي من فوق كمان. اول ما خرجتها رشيتها ببخاخة فيها مية وغطيتها، ولو ما رشيتهاش مية هتطلع برضو طرية معاكي، بس هيطلع الوش بتاعها بيتكسر شوية زي وش الفطير علشان كده انا رشيتها. سبتها متغطية لمدة دقيقة بس وبعدين قدمتها. زينتها من فوق بالطماطم والزيتون. وبس كده عملنا الوصفة الخطيرة دي بمنتهى البساطة، وطعمها حلو قوي وشكلها لذيذ جدا. انا تجربيها وتقولي لي رأيك فيها، ولو عجبك الفيديو متنسيش اشتراك في القناة علشان يوصلك جميع الفيديوهات الجديدة. وشكرا، السلام عليكم.